دخل راجل على الناس في الجامع لقاهم كلهم نايمين. فضل يدور فيهم ويقلب فيهم واحد واحد كأنه عايز حد معين. كان في راجل صالح في المسجد وشاف الواقعة، وهنا دماغه اشتغلت. قرر الراجل الصالح يبعت له واحد من المرافقين له في الجامع. قال له روح قول للراجل ده انت بتدور على عبد اسود عنده إصابة في عينه الشمال. مرسال الراجل الصالح راح للراجل فعلا وقال له. الراجل رد عليه وقال له أيوة، عرفت منين وإزاي ألاقيه؟ المرسال نفسه ما كانش عارف يقول إيه بعد ما الإجابة كانت صح. فخده من إيده ووداه للراجل الصالح اللي قال له بصوت واثق وهادي روح السجن وهتلاقيه هناك. الكل تعجب جدا وسألوا الراجل الصالح عرفت منين؟ قال لقيت الراجل بيدور في الناس النايمين مش الصحيين، دي أول حاجة، وما بيبصش لأصحاب اللون الأبيض، فعرفت إن هناك عبد هارب منه. ولما لقيته بيبص للعين الشمال للناس عرفت إن العبد ده مصاب في عينه. ولما قالوا له طب إزاي عرفتوا إنه في السجن؟ قال لهم في الغالب في السجن لأنه هرب منه، وسوف يبحث عن شيء يسرقه ليسد به رمقه أو يفسد في الأرض فيسجن. الواقعة قد إيه كانت بتوضح فتنة وذكاء الراجل الصالح في قراءة الوجوه. الواقعة اللي فاتت دي حصلت بالفعل، والراجل الصالح كان سيدنا الإمام الشافعي اللي هنحاول نسلط الضوء باختصار على جزء من سيرته وتاريخه وحياته المليانة بالدراما والكوارث والأحداث المتلاحقة، واللي كان فيها الإمام الحق المعروف بالأصالة وعزة النفس والزهد والورع والتقوى. كان شاعرا فصيحا بليغا عادلا، لم يكن محابي أو مجامل لأحد. غيرها من التفاصيل الكتيرة هنقولها عن سيرة الإمام محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد الله ابن يزيد بن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف القرشي، صاحب مذهب الإمام الشافعي ومقامه اللي متواجد في مصر، المشهور بالكرامات وآلاف من رسائل المريدين والعاشقين لقاضي الحوائج والرغبات. حضر كوباية شاي مظبوطة عشان نفوق مع بعض ونحكي قصة أحد أروع الأئمة العظماء. أنا محمد فرج جاي لك من الزمن اللي كان، وانتوا دلوقتي معايا في حياة زمان. الجدل بدأ من ولادة الإمام الشافعي سنة 150 هجرية. الآراء اتعددت، كتير منها قالوا إنه اتولد في غزة، وآراء تانية قالت إنه من عسقلان. أما الرأي الثالث فقال إنه من اليمن، مع الراجح الرأي الأول اللي بيقول في غزة. كان الأئمة بيسلموا الراية لبعض عشان الأمة تمشي على النهج الصحيح. فمولد الإمام الشافعي يصادف نفس السنة اللي توفى فيها الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. ولو لاحظت الاسم بالكامل فوق عبد مناف، الاسم هنا بيلتقي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النسب واصل لبعضه. الأحداث المؤثرة بدأت لما والد الإمام الشافعي توفى بعد ولادته بسنوات قليلة، وده أثناء ترحاله من مكان لآخر بحثا عن الرزق. نشأ الشافعي يتيما فقيرا بعد وفاة والده. والدته كان ليها الأثر الأكبر في حياته لما قررت ترجعه مكة عشان يتعلم القرآن الكريم وما يضيعش نسبه ويعرف أهله ويصل رحمه. الإمام منذ صغره ما كانش بيحب إن حد يتصدق عليه بالمال، فاجتهد في طلب العلم والعمل. قال عن نفسه إنه ما كانش معاه أموال خالص، فكان يذهب لطلب العلم والعمل. كان بيروح الديوان في مكة يطلب منهم الكتابة. وقال كمان كنت أجالس الناس وأحفظ، ثم اشتهيت أن أدون، كنت آخذ العظام والأكتاف فأكتب فيها حتى امتلأ في دارنا من ذلك. أتم الشافعي حفظ القرآن الكريم في 7 من عمره، وكان يتم استدعائه خصيصا للصلاة في الحرم، وكان أكثر من نصف الحاضرين بيبكوا من روعة وعذوبة صوته. وصل لدرجة رهيبة جدا في العلم، فتم إجازته بأن يكون مفتيا وهو في سن صغير جدا، وده بعد ما خد تصريح الإجازة من شيخه مسلم بن خالد الزنجي. الأم اللي كانت مدرسة بالمعنى الحرفي للكلمة جه دورها مرة تانية عشان تنقله من مكة للمدينة عشان يكون تلميذ للإمام مالك، وبالفعل كان بجواره ينهل من علومه 16 سنة حتى وفاة الإمام.
بعد وفاة الإمام مالك تفرغ الشافعي بعض الشيء وقرر الزواج من حميدة بنت نافع، وده كان سنة 197 هجرية. أنجب فاطمة وزينب ومحمد أبو عثمان ومحمد أبو الحسن، يقال إن ابن منهم من جاريته دينار. الشافعي سافر بعد كده لنجران وأصبح واليا عليها، ومن شدة عدالته لم يعجب الأمر البعض وخلاهم يشتكوا للخليفة هارون الرشيد اللي استدعاه وأمر بالتحقيق معاه، ولكنه أثبت بالحجة والدلائل إنه كان على حق، فأطلق سراحه وعلم أنها وشاية بالرجل العادل. رجع الشافعي مرة تانية لمكة وبدأ في تدريس علومه بالحرم المكي. استمع ليه كبار العلماء في موسم الحج، وفي هذا الوقت التقى به الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي. وفي الفترة دي ظهر المزج الجميل اللي قدر يعمله الشافعي بين المنهج القديم والحديث وبين منهج أهل العراق وغيرهم، وده بعد ما كان في نضج بالتناول الذكي والفطن للشافعي في كتبه، وانعكس دراسة وحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في كتاباته، ووضع منهج يحدد كيفية انتقاء الأحاديث الصحيحة. اتجه الإمام إلى بغداد ليؤلف كتابه العظيم الرسالة ويرحل إلى مصر، وقرر أنه يفضل فيها لغاية وفاته. اختلفت فتاوى الشافعي في بغداد عن فتاواه بعد انتقاله في مصر، وده تسبب في ظهور المذهب القديم. سبب اختلاف الفتوى لاختلاف أحوال مصر عن أهل العراق، فأخذ الإمام الشافعي بعين الاعتبار اختلاف المكان والزمان، وده كمان بسبب نضوجه العلمي والفقهي، ليبدأ من جامع عمرو بن العاص تدريس المذهب الشافعي لتلاميذه، وينطلق في رحلة جديدة من الجدل في الرد على الخصوم والمناظرات العلمية الواسعة مع رافضين التجديد ونظرياته باختلاف الفتوى بواقع الزمان والمكان. نقد الشافعي للإمام مالك جاب له المتاعب والمصاعب الكتيرة جدا، وده لأن الإمام مالك كان له مكانة كبيرة بين المجتهدين في مصر، فصار على الشافعي المالكيون حتى ذهبوا إلى الوالي يطلبون إخراجه من البلاد. الرازي قال: لما وضع الشافعي كتابه على مالك ذهب أصحاب مالك إلى السلطان والتمسوا منه إخراج الشافعي. الشافعي ما نقدش رأي مالك بس، لا كمان نقد آراء أبي حنيفة وأصحابه من فقهاء العراق، ونقد آراء الأوزاعي، ولكل من هؤلاء أنصار ورجال فقه، وكله بيتعصب لأصحابه وبيدافع عنهم، وده طبعا كان بيسبب انتقادات كارثية لاذعة للإمام الشافعي. كان الإمام يتميز بقوة وسرعة في الحفظ، ولما كان بيسمع محدثين الحديث كان بيحفظ بسرعة السمع ويكتب على الخزف والعظام والجلود. كان يقرأ صفحة ويقوم بتغطية الصفحة المقابلة لها، لأنه لو وقع نظره على كلمة منها لحفظها قبل أن ينتهي من السطور التي يقوم بقراءتها. وقد حفظ الشافعي موطئ الإمام مالك في مدة لا تزيد عن 9 أيام، وهو ابن 13 بس. وعايز أصدمك وأقول لك إن موطئ الإمام مالك كان 9500 حديث، والشافعي حفظها مع أساندها وشرحها. وذات يوم شعر الإمام الشافعي ببطء في الحفظ وكاد أن يجن جنونه، وذهب إلى شيخ وكيع ليخبره ما حل به وهو في ضيق، فقال له: أنت أكيد وقعت في ذنب. احتار الشافعي وجلس يتذكر ما فعله، وبعد ساعات من محاولة التذكر وجد نفسه نظر بغير قصد في يوم من الأيام إلى ساق سيدة، وكانت نظرة أولى، وكانت السيدة تنزل من على ظهر الدابة وغض طرفه سريعا عنها. وعندما حكى إلى معلمه قال له: إذن وجدنا العلة والسبب. وهنا أنشد أبياته الشعرية: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لما سألوه عن أهل مصر قالوا: كيف تركت أهل مصر؟ قال: تركتهم على ضربين، فرقة منهم مالت إلى قول مالك وأخذت به واعتمدت عليه، وفرقة قد مالت إلى قول أبي حنيفة فأخذت به وناضلت عنه. فقال: أرجو أن أقدم إلى مصر إن شاء الله وآتيهم بشيء وسطا أشغلهم به عن القولين جميعا. وده اللي عمله الإمام بالفعل. في ضريحه بحي الإمام الشافعي داخل الشارع اللي متسمي باسمه في القاهرة ممكن تشوف عجب العجاب.
من المريدين والمحبين في رسائلهم لقاضي الحوائج والرغبات زي ما بيوصفوه ويكتبوا له في الجوابات، بتطلب منه الحصول على الحقوق ورد المظالم. رسائل مؤثرة بالدموع بتطلب من الإمام إنه يدعي ربنا بالصبر والسلوان على فقدان الابن والأم، وأخرى بتطلب منه إنه يتوسط لتزويجها بمن تحب. ما بين مطالب بسرعة الإنجاب وهداية الزوج العاصي، وإن المولى يكتب لصاحب الرسالة الحج والعمرة والشفاء للأب الطاعن في السن، قصص وحكايات مليئة بالتفاصيل الدقيقة عن أصحابها، وكلها رجاء بأن يكون المكان الطاهر سبب في تحقيق النوائل والرغبات من رب العباد. قبل وفاته بأيام يحكي المزني إنه راح عشان يطمئن على الإمام الشافعي عند اشتداد المرض عليه. سأله: كيف حالك وكيف أصبحت؟ فكان رد الإمام عليه: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرأته، بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. عندما أراد الشافعي السفر إلى مصر قال هذه الأبيات: لقد أصبحت نفسي تطوق إلى مصر، ومن دونها قطع المهامة والقفر، فوالله ما أدري أللفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر. وزي ما كان قلبه حاسس إنه هيموت في مصر، توفى بالفعل الإمام الشافعي في مصر ليلة الجمعة سنة 204 هجرية، وكان عمره ساعتها 54 سنة، وده بعد إصابته بنزيف حاد لمدة طويلة لم يتوقف. رحمة الله على الإمام الشافعي، اللهم اجمعنا به في الجنة على خير. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق أعمال حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. سلام عليكم ونشوفكم على خير.